مصر لما ركبت سماء الخليج الحرب وقفت والصواريخ سكتت والكل دخل جحوره. زيارة الرئيس السيسي للخليج كان ليها شق تاني ناس كتير ما خدتش بالها منه. ازاي رئيس دولة يكسر حاجز اغلاق الاجواء والصواريخ والضرب ويتجه للسعودية والامارات وقطر، وفي عز التوتر ده والقلق ورغم كل ده الطيارة المصرية تدخل الاجواء عادي جدا وبثقة كاملة ومعاها تأمين جو تقيل جدا. والاغرب من ده ان الفترة اللي كان فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي متواجد ما تمش ضرب ولا طلقة خرطوش واحدة ولا صاروخ واحد ولا حتى أي تحرك عسكري لأمريكا ولا إسرائيل عملوا أي عمليات ولا مقاتلة واحدة طلعت من مداركها وسط صمت تام. الأجواء الخليجية ما شافتهوش من فترة طويلة جدا. العالم كله اتكلم عن اللي حصل وعن المنظر اللي دخلت بيه مصر أجواء المنطقة وإزاي فرضت حالة سيطرة وهيبة في سماء الشرق الأوسط، لدرجه ان في صحف بطريقه هزليه قالت يا ريت رئيس مصر يقعد في الخليج اسبوع عشان الحرب تقف. اللي حصل ده رساله واضحه جدا ان مصر قادره تحمي الخليج وبلاد الشام بالكامل، وان وضعها العسكري والاستراتيجي يسمح لها بكده. ولو نص الفلوس اللي بتروح لامريكا اتضخت في مصر وفي جيشها واقتصادها، مصر هتسيطر على المنطقه بالكامل وهتفرض حمايه على كل الدول العربيه. ولو مصر قدرت تحتوي الخليج واتدعمت اقتصاديا مفيش حد هيقف قدامها، وده اللي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي شغال عليه. والزياره الاخيره اكدت المعنى ده قدام العالم كله، ان مصر ورئيسها وجيشها بيتعمل لهم مليون حساب، وان لما مصر تركب السماء الكل بيلزم حدوده وبيتفرج من الشاشات وبس. حفظ الله مصر وجيشها وشعبها ورئيسها وقيادتها. تحيا مصر. السلام عليكم.